بس شكرا. صحة وهنا. يسعد لي اوقاتكم يا رب. بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. معكم حنين، رجعت لكم اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم تتمة للفيديو الماضي، بس ما حبيت هيك طولوا عليكم مشان ما يصير طويل، فقسمت الفيديو لقسمين يعني. بس طبعا هنا بنهارين مختلفين تماما يعني. هلا اغلب الفيديوهات حتكون بهذا الاسبوع تقريبا يعني كلها ببيت اهلي، لانه عنا عطلة. فقلت انا يعني الواحد بيكسب ايام العطل الصيفية. العطلة الصيفية بتعرفوا 6 اسابيع عنا اياها هون بهولندا، فقلت هيك بقضي اجازة منيحة ببيت اهلي، وان شاء الله بعدين بنرجع لنظام المدارس. على اول شهر 9 بتبلش عنا المدارس، فبيرجع الواحد لروتينه ولحياته وللانتظام. اما بالصيف بتحسوا ما في لا ما في انتظام بشي، لا بالنومة ولا بالسهر ولا بأي شي ولا بالنهار. يعني أنا بحب دائما كل شي كمنظمته، بس هلأ الأمور خرجت عن السيطرة للأسف. فهون كمان كنت عم حضر القهوة يعني نشربها القهوة الصبح أنا وماما. فهيك عم حط البتفور. هذا البتفور على فكرة شغل أهل المغرب، مو شغل سوري يعني. طيب نوعا ما، مو يعني ما انه سيء، بس بحس انه البتفور اللي بنعمله نحن يعني السوري بيجي اخف. هذا بتحسوا فيه طعمة السمنة كتير قوية، ما بعرف نوعية السمنة اللي بيستخدموها، ما بعرف شو هي. فيعني منيح الواحد هيك تغيير شكل. حلو الواحد يجرب ثقافات وأكل هيك البلدان التانية. وبهاي المناسبة بحب أوجه تحية لأهلنا بالمغرب، لأنه هون كتير في عندي ناس بعرفهم معارف من المغرب. ففي كتير جالية مغربية هون والتركية والسورية، فهون في كتير يعني ثقافات، وفي كتير ناس يعني من كل الجنسيات. ويا سلام على ريحة القهوة، غير شكل عن جد. هيك ريحة الصبح هيك بتعدل المزاج فعليا. فهون شربنا القهوات أنا وماما، وبعدين قلنا بدنا نروح على السوق، واخدكم معي. اشترينا شوية خضرة، شوية غراض لازمة للبيت. هلا هاي كمان البقلة بدنا نعمل هيك حاجات فتوش مع بطاطا مقلية. فنحن عم نشرب القهوة بنعملها. هلا طبعا الفتوش نحن بنحط له، ما بعرف شو بتسموها عندكم، بس بالسوري نحن بنسميها بقلة. هي بتطلع هيك بالأرض من دون زراعة، بس جدا مفيدة وطيبة. وبنحط نعناع يابس، بنحط بقدونس، هدول الأعشاب يعني شيء أساسي، بالإضافة للنعناع الأخضر. ما بعرف شو صارله صوتي خنق فجأة، محاول زبطه ما عم يزبط. فجأة بينبح وفجأة بيرجع طبيعي. فمثل ما قلت لكم بنحط له هدول. وكمان الصوص هو شيء أساسي كمان فيه، عبارة عن توم. اللي بيميز الفتوش السوري هو التوم. بندق توم يعني شي سنيتين. بنحط له سماق، بنحط له نعناع يابس، زيت زيتون حامض، دبس رمان، وشو كمان حنين وملح. بس هدول هن اللي بنحطهم، وبنحطه هيك على جنب. نحن بنعمله لحال، بعدين بس بدنا نخلط الفتوشات بنضيفهم فوق الخضرة. وأكيد الخبز المقلي هو الأساسي بالفتوش كمان. هلأ لما ليش جهزتهم قبل ما نروح؟ لأنه بياخدوا وقت. يعني فرم الخضرة كتير سهل، بس هدول بدهم هيك على رواق يعني الواحد يعمل. نحن ما بنحب نفرمهم فرم، بنحب هيك بفرفطهم. ما شاء الله شايفين المطر، الله يبعث الخير يا رب. فقلت لكم اجازتي قضيتها اغلبها مطر يعني، كان قليل كان الجو حلو. وهون كنت جايبة أنا للبنات ألوان وهيك شوية دفاتر رسم حتى يتسلوا. فخطرت ببالي فكرة إنه أنا وأختي أسماء الصغيرة رح نتنافس نلون كل وحدة رسمة. وهي اختارت هاي وأنا اخترت هاي، فرح نلونها ونشوف مين الأحلى. هو هواية الرسم والتلوين هيك هي هواية عنا كلياتنا، أنا وأخواتي عنا إياها يعني بنحب. لأنه بابا بيرسم وعمل كذا معرض، يعني عنده لوحات كتير كتير حلوة. ما بعرف يمكن فرجيتكم مرة من المرات لوحاته.
ف يعني كتير هيك بنستمتع. فهاي الرسمة أنا رسمتها لونتها عفوا، وهلا رح فرجيكم اللي عملتها اختي اسماء كمان. هي اعطوني رايكم مين احلى. اكيد ما رح ازعل يعني انا مين اخترته. فكل واحد سبحان الله بحط لمساته وشخصيته بالشي يعني. هلا هون تركت البنات مع اخواتي وطلعنا. فرحنا هيك نجيب لحمة ونجيب أشياء لازم بدنا للبيت، وكنا ناويين كمان نعمل محاشي فبدنا نجيب غراضة. فهذا المحل اللي دائما بقولكن عليه يعني بجيب لحمتي من عنده. ما شاء الله يعني دائما هيك مزدحم ولحمته غير شكل. أو هو محل مغربي فكتير عندهم هيك زيت زيتون نوعية منيحة. بس أنا بحب استخدم هيك زيت الزيتون اليوناني. بحسه هيك طعمته أقرب لزيت الزيتون اللي عنا. بتحسوا المغربي شوي طعمته أقوى. وهي كمان الفخارات الطاجين يطبخوا فيها كمان غير شكل عن جد عندهم اياها. هلا فرجيكم اياها اسعارها بعد شوي. مثل ما كنتم شايفين ما شاء الله اللحمه حتى اللحومات المتبله موجود عندهم، يعني مثلا شيش متبل، لحمه متبله، مثلا كل شيء يعني شو ما بيخطر على بالكم. هون اشترينا اللحمات، بتحاسبوا اللحمه لحال والخضره لحال. حطيها بالهي هي ليك الباميه ما احلى. قد ايه كيلو عنده؟ 3.5. لك حتى هدول عندهم هذا زعتر واكليل الجبل. ليكي تعرف في اكليل الجبل كمان. هدول قليل واحد يلاقي منهم والله. ورق غار كمان. هذا شو؟ سبانخ، فطر. ليكم هون شفتوا ليكم زعتر مع اكليل الجبل. والله خليط هيك وحبق تشكيلة مع الفروج مع الهاي. المشكلة بيخرب عنك تاخدت والله. هون مثل ما كنتم شايفين عم نتناقش شو بناخد شو ما بناخد. بس بحب هيك دول الاعشاب الخضراء الفريش عن جد طعمتها كتير بتعطي نكهة للاكل يعني. وهون كمان قليل الاقي ماجي طيب فنصحتني ماما بهذا فجبته كمان. هون كمان عندهم بقدونس، نعناع، هي عجينة كنافة، حتى كنافة محمصة عندهم. هون كمان قسم المخبوزات عندهم كمان خبز. كتير بيستخدموا الخبز هذا اللي بيجي شوي هيك طويل بسموه لا 12.5 15. هاي 12 هاي 15. وهذا المحل مغربي لأنه تعرفين الخضرة عندهم ما شاء الله غير شكل. بس هون دائما بتجي بأمستردام أغلى من غيرها بشكل عام. يعني عندي أنا بالمنطقة بتجي أرخص بكتير. هذا كمان محل خضرة تاني جنب هداك تماما بيكون. هاي كوسة اللي بحبها أنا كمان. ليكي وبعدين ما شاء الله فريش يعني فيها مقطوفة جديد. نقي معك؟ لا هلا مثل ما قلت لكم هون هذا المحل الثاني كمان عنده لحومات وهيك، بس نحن بنحب نشتري من هنيك. شايفين هالمنظر ما شاء الله ما احلى. كل ما بجي من هذا المكان هيك بستمتع. سبحان الخالق. طلعوا الشمسات كمان غير شكل. أخذت عرانيس كمان. بجيب كيس تعنيها. هاي العرانيسات جبناهم كمان. شايفين احساس بدنا نشتري غرضين عم اشترينا كل المحل. فهلا راجعين على البيت وبدنا نشوف شو بدنا نعمل بعدين.
هلا هون خلصت جولة التسوق، اشترينا أغراضنا ورجعنا. هون شفتهم منزلين هذا العنب كمان، جبناه كتير هيك كتير طيب، تحسوا يعني مقطوف جديد. فجبنا أغراضنا وبلشنا نضبهم وهيك على رواق، يعني مشان هلأ صار عنا كذا فكرة للغدا الأيام اللي جاي يعني. فالعرانيس مثل ما شفتوا لما أنا جبتها بتقشروها هونيك يعني حلاوتها عشان ما توسخوا هون عندكم البيت، ومنه كمان بتعرفوا شو في بقلبها يعني. وهاي كمان شفتها بالصدفة، كانوا عاملين عليها عرض، سعرها 8 يورو يمكن، بس ممنوع ترجعوها يعني أو تبدلوها. هلا هون بدنا نقشر البطاطا. كمان كتير بحب أنا جنب الفتوش والتبولة يكون في بطاطا مقلية، وهاي نوعية البطاطا هي من النوع اللي بتتشقر يعني هيك كتير طيبة، معنا بتجي مالحة يعني احنا بنسميها. هون خليناها منقوعة منيح الخضرة مشان تنضف كتير منيح. بتعرفوا الأعشاب كتير بتجمع وسخ وبكتيريا وأتربة، فبنحط لها ملح ونتركها على جنب. ما أحلاها بتكون غير شكل. وبالنسبة للفتوش فيكم تحطوا اللي بدكم يعني الخضرة اللي بدكم إياها. نحن حطينا خس، خيار، بصل، بصل أخضر أو بصل يابس المتواجد عندكم، وفلفل خضرة. هدول هن الأساسيات والبندورة. فضفناهم هيك، صرت أفرمهم أنا ولبين ما قلت البطاطا. وهيك كان عشان لهذا النهار عن جد غير شكل. أنا من الناس اللي بتحب كتير الفتوش والتبولة، لسه التبولة بحبها أكتر من الفتوش يعني. والصوص مثل ما قلت لكم، مثل ما اعملوا نفس الطريقة وإن شاء الله كتير رح ينال إعجابكم. هو اللي بتفرق سبحان الله الفتوش عن السلطة هو الثوم والصوص اللي بينعمل جنبه، وكمان أكيد الخبز المقلي لا غنى عنه يعني. فسبحان الله كل واحد بيعمل بطريقة معينة، وبالنهاية كله ناعمة وطيب. هون فرمت الفتوشات، وهاي البطاطا كمان قطعناها ورح نقليها. ومثل ما كنتم شايفين يعني دائما نحن قبل ما رحنا جهزنا الخضرة، قلينا الخبز وكل الأمور تمام. لقينا يعني كله جاهز، بس إنه نجهز نقلي البطاطا. هون صوت الشفاط تبعية المطبخ أقوى من صوت القلي، يعني كنت حابة هيك سمعكم صوت القلي، واحد هيك بيستمتع. هلا هون آخر شي راح نضيف الصوص ونخلط الفتوشات، وهيك كان هيك عشان هذا النهار. ويا سلام على ريحة الفتوش عن جد غير شكل. وهيك كان فيديو اليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه هيك وقضيتوا وقت حلو وممتع معي. وكمان حابة أذكركم إذا ما كنتوا مشتركين بالقناة، إذا كنتوا عم تشوفوا القناة لأول مرة، إنكم تشتركوا بالقناة تدعموني أكتر ونكبر أكتر. ولا تنسوا تحطوا لي لايك كمان ليرتفع الفيديو قدر الإمكان. وهيك وصلت معكم لنهاية الفيديو. بشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات الجاية، وتضلوا إن شاء الله بألف خير يا رب. كل الحب، حنين.